مساكم بالخير مشاهدينا ويا مرحب فيكم في برنامجنا سبورت دوت نت جلف اللي بيطل عليكم في بطولة خليجي 22. في البداية أكيد اسمحوا لي أبارك لقطر، لشعب قطر، للخليج، للعرب، فوز قطر باستضافة مونديال العالم لألعاب القوى عام 2019. مبروك قطر، قطر تستحق هذه الاستضافة وبإذن الله ستثبت لنا نجاح هذه الاستضافة كما عودتنا دوما. العودة لخليج 22 إذا جولة ثانية لم تسفر إلا عن فائز واحد وثلاث تعادلات يا مريم كالجولة الأولى. بالفعل يا لانا، في البداية نمسي عليكم مشاهدينا وين ما كنتم انضميتوا تتابعونا في خليجي نت. طبعا مشاهدينا مثل ما قالت زميلتي لانا، مواجهات الجولة الثانية كانت أكثر حماس وندية من الجولة الأولى، وهذا الشيء اللي احنا نطلبه في كأس الخليج. ولكن الأجمل من ذي كله وتزامنا مع كأس الخليج طبعا نبارك للشعب الخليجي أجمعين عودة السفراء إلى طبعا دوحة الخير، وهذا الشيء صار بناء على اجتماع قادة دول الخليج العربي. طبعا هذا الشيء إنما يدل على الحب والتآخي، وأكيد إن احنا خليج واحد وشعب واحد، وإن قلوبنا دائما تجتمع على الخير لا على التفرقة. ونرجع نقول مرة ثانية خليجنا واحد وشعبنا واحد. مصيرنا واحد وشعبنا واحد، مصيرنا واحد وشعبنا واحد، يعيش يعيش فليعيش الله أكبر يا خليج انضمنا، الله أكبر يا خليج انضمنا، الله أكبر. مصيرنا واحد وشعبنا واحد، مصيرنا واحد وشعبنا واحد، يعيش يعيش فليعيش الله أكبر يا خليج انضمنا، الله أكبر يا خليج انضمنا، الله أكبر. وافتخر اني خليجي، وافتخر اني خليجي، انا الخليجي، انا الخليجي، والخليج كله طريقي، والخليج كله طريقي. تبارك يا خليجنا، تبارك بعز وهنا، تبارك يا خليجنا، تبارك بعز وهنا. مصيرنا واحد وشعبنا واحد، مصيرنا واحد وشعبنا واحد، يعيش. إذا أهلا وسهلا بكل مشاهدينا الكرام، ساعة مباشرة على الهواء رح نتواصل من خلال خليجي نت هاشتاج البرنامج خلال هذه. لكن في البداية اسمحوا لي أبارك لأهل سلطنة عمان احتفالهم بالعيد الوطني الرابع والأربعين أكيد المجيد تحت قيادتهم الحكيمة السلطان قابوس. الله يحفظه ويديمه ويديم عليكم الأمن والسلام بإذن الله. أكيد لانا، يعني نبارك أكيد للشعب العماني هذا اليوم. طبعا ما شاء الله هذا الشهر جميل جدا، في أفراح كثيرة، كاس الخليج، عودة السفراء، خليجنا واحد شعبنا واحد. طبعا هذا كان منشيت استاد الدوحة، وشيء جميل جدا بأن جرايدنا كلها قاعدة تتغنى بهذه المناسبة الجميلة. وطبعا شهر 12 بيدخل علينا ويصير العيد الوطني لقطر وبعدين البحرين، فيعني عندنا أجواء جميلة جدا. ولكن احنا طبعا والجميع اليوم ينتظر طبعا ضيفنا لليوم وهو نجم الكرة البحرينية. كثير شككوا انه ممكن ما يحضر معنا الحلقة اليوم، ما بعرف ليه. حديث الشارع طبعا البحريني وايضا الخليجي النجم فوزي عايش، نرحب فيك في طبعا برنامجنا، وان شاء الله هذه الساعة راح نطلع كل الكلام وكل الأجوبة اللي مشاهدينا أكيد يبون يعرفون أجوبتها مثل ما بيقولوا، وإن شاء الله كل شيء على بلاطة حيصير اليوم. وبنرحب فيك أكيد يعني بنحيي فيك شجاعتك إنك ظهرت معنا اليوم على الهواء. لكن في البداية اسمحوا لي مشاهدينا نعلن عن الفائز من الحلقة الماضية. أفضل تغريدتين كانوا من خلال مغردينا على صفحتنا بتويتر @sport.net عبر هاشتاج خليج نت. الفائز الأول من ضاوي بن سعيد
أكبر من بطولة، أعظم من رياضة، هي اتحاد أوطان في وطن، نبذ للتطرف والتفرقة واتحاد في عادات وتقاليد. مو مهم الكاس، المهم نبقى يد واحدة. يعني 140 حرف بالفعل فيها الكثير من المعاني الجميلة من الاتحاد واليد الواحدة لأبناء الخليج. مبروك عليك 2000 ريال ضاوي بن سعيد. بالطبع اكيد لانا، كلام جميل جدا ويحمل الكثير. نشوف التغريده الثانيه اللي فازت معنا. طبعا ابو مصلح يقول خليجنا صح تغير، خليجنا حماس، خليجنا ابداع، خليجنا محبه تجمعنا كلنا سوا، خليجنا انا وانت وكلنا، خليجنا عزنا. كلامك جدا جميل والله يديم العز ان شاء الله علينا في خليجنا. ألف مبروك. طبعا مثل ما تعرفون اللي يحب يشاركنا ويفوز بجوائزنا ما عليكم سوى إرسال طبعا تويت على العناوين اللي أسفل الشاشة. أجمل طبعا تغريدتين راح يحصلون على جائزة قيمتها 2000 ريال. طبعا المسابقة الثانية وهي الانستغرام، واليوم راح نعلن عن فائز ولكن بعد قليل وقيمتها 3000 ريال. وطبعا واضحة المشاركة، كل ما كانت عن بطولة الخليج وكل ما كانت الكلمات حلوة والمشاركة حلوة هي اللي راح تفوز بإذن الله. طبعا كله لازم يكون على هاشتاج برنامجنا مشاهدينا، والكل صار يعرفه هو خليجي نت. أول فقرات البرنامج وخليجي النيوز، ومن بعد نعود لضيفنا بكل تأكيد. جوربان فييرا مدرب المنتخب الكويتي: لم نلعب للتعادل مع المنتخب الإماراتي والتأهل للدور المقبل لم يحسب. مهدي علي مدرب المنتخب الإماراتي: كنا الأفضل في مباراة الكويت والتأهل للدور المقبل ما زال في أيدينا. الشيخ علي بن خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم: أكثر من سبب وراء إقالة المدرب العراقي عدنان حمد ومرجان عيد الأنسب لاستكمال البطولة الخليجية. طلال المحطب المنسق الإعلامي للأزرق الكويتي: يوسف السركال يكسر كلمة خليجنا واحد والسركال قول من دون فعل. عبد الخالق مسعود رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم: تأثرنا بغياب يونس محمود ومدينة البصرة جاهزة لاستضافة منافسات خليجي 23 ولا خوف على الأشقاء. سامي الجابر المدير الرياضي للنادي العربي القطري: لوبيز كارو صديقي ولم أقل أنني سأخلفه في تدريب المنتخب السعودي. علي النونو نجم الكرة اليمنية السابق: تعادل اليمن مع قطر فاجأني ولا أستبعد فوز اليمن على السعودية وتمنيت أن أعود لاعبا. أحمد الخميس مدير بطولة كأس الخليج 22: اللائحة تمنع حضور أكثر من 5000 مشجع يمني ولن تكون هناك عقوبات على الحكم مرعي العواجي. الشيخ عيسى بن راشد الرئيس الفخري للجنة الأولمبية البحرينية: البحرين ودعت خليج 22 ولن تفعل شيئا في بطولة كأس آسيا 2015. إذا كانت هي هذا أبرز أخبار خليجي نيوز، ومباشرة أكيد لضيفنا. يعني خليجي 21 كنت من أفضل نجوم المنتخب البحريني في هذيك الفترة، والآن تتابع خليجي 22 وأنت بعيد عن الرياض، بعيد عن المنتخب البحريني، تتابع فقط من خلال شاشة التلفزيون. كيف شفت المنافسات إلى الآن؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر أختنا أنا أشكر أختي مريم في استضافتكم صراحة في البرنامج. خليجي 21 صراحة كان استضافة إخواننا في الأرض منتخبنا البحرين في أرضنا الجميلة طبعا وهي بلدنا عزيزة يعني. فإحنا شفنا مباريات في الخليج 22 الصراحة يعني كان افتتاح شوي صعب، والمباريات تمت يعني افتتاحات يعني تمت المباريات يعني تكون أحلى وأحلى، وخاصة شفنا المباريات الثانية والدور الثاني يعني كان مباراة جيدة الحمد لله. يعني في التلفزيون أحلى ولا من قلب الحدث؟ لا أكيد يعني في التلفزيون، حتى لو أنا كلاعب يعني أتمنى أكون مع أخواني في البحرين مع أخواني في منتخب البحرين في الرياض، بس للأسف بدنيا مو موجود، بس عقليا أتمنى لهم التوفيق يعني، بس إننا موجودين في التلفزيون يعني طبعا أحلى وحتى موجود معاهم يعني أتمنى يكون أحلى أفضل يعني. كابتن يعني ندش في الموضوع اللي الحين الكل قاعد ينتظره، شنو السبب الرئيسي اللي خلى الاتحاد البحريني لكرة القدم انه يستبعد فوزي عايش عن تشكيلة المنتخب؟
والله هو ما في اشياء اسباب رئيسيه، اسباب كانت يعني عاديه جدا، يعني تم ارسال خطاب رسمي حق النادي السيري القطري اساس اكون متواجد مع المنتخب البحريني 6 اكتوبر. فاتصلوا لي تاريخ 5 اكتوبر طلبوا مني التواجد، فانا صراحه كانت يوم اجازتي فرفضت اني اروح. فاعتقد يوم اجازتي وكان ثاني يوم في العيد، ما عندي اهل التزامات اولاد، فكنت اتمنى اكون يعني موجود مع اهلي، انه بس إنه اتم حضوري يعني على حسب الفاكس اللي وصل للنادي انه تاريخ 6. فهذا اعتبر غياب بالنسبه لي رغم انه يعني ممكن مو موجود نعتبره يعني. خطأ إداري. خطأ تقريبا يعني إداري، ما أحمل الإدارة، بس يمكن سوء تفاهم لأنه ثاني يوم لكن الصبح. أنت اللي شلتها، أنت تحملت الخطأ، لو كان حتى خطأ إداري أنت من دفع الثمن. فأنا ما تكلمت في ذي الموضوع، فإن ثاني يوم الصبح طلبوا مني التمرين الصبح، فكان عندي تطعيم حق الأولاد فاعتذرت، فاعتبر طبعا ثاني غياب، فما قدرت، فأسفت لهم واعتذرت لهم، فأعتقد أن المدرب رفض الاعتذار ورفض الأسباب العائلية، فأعتقد هاي اللي بدأت الأسباب الرئيسية استبعادي عن كأس الخليج 22. يعني الشيخ عيسى بن راشد طبعا عميد الكرة البحرينية والرئيس الفخري للجنة الأولمبية في تصريحاته قال إن طبعا المنتخب افتقد فوزي عايش واستبعاده غريب. يعني في اختيارهم للتشكيلة المسؤولين في الكرة البحرينية ما لاحظوا أن اسمك مو موجود؟ يعني لاحظوا الحين ما لاحظوا في البداية؟ أول شيء أرسل تحية خاصة للشيخ عيسى بن راشد، صراحة شيخنا كبير علينا وغالي صراحة في البحرين. فهاي الملاحظة يعني ملاحظة موجودة أعتقد، وكل ما فتلقيت رسائل تلقيت اتصالات، فيمكن فوزي عايش مو موجود بدنيا. مثل ما قلت لك أنا أتمنى لهم التوفيق يعني، وأنا حاضر لهم في أي وقت، حتى لو اليوم أو بكرة يعني اتصلوا لي أروح ألعب، فهاي مثلا منتخبي وديرتي، فمهما كانت الظروف أنا حاضر يعني. نعم أكيد. نحن أكيد رح نحكي بهالموضوع تفصيليا أكثر وأكثر ونتواصل من خلال طبعا مشاهدينا معك حول هذا الموضوع. لكن كونك بعيد عن عالم تويتر وما عنده حساب شخصي ضيفنا، فإحنا رح نحطك بأجواء تويتر وماذا قال بعض الإعلاميين وبعض المغردين على تويتر حول هذا البطولة. وأول تغريدة مشاهدينا هي من حمد اليوسف. حمد بيقول معلومات خليج 22. أول معلومة قطر تنقل لنا البطولة. ثاني معلومة جمهور اليمن يشجعونا بالمدرج. ثالث معلومة منتخب البحرين يسجل لنا. شكرا من الأعماق للجميع، خليجنا واحد. أي معلومة تبيني أجاوب عليها؟ يعني اختار قطر تنقل لنا البطولة، إنه النقل بالدرجة الأولى لقطر، تسجيل منتخب البحرين للسعودية، وجمهور اليمن هو اللي بيشجع حاليا. كلهم تعاونوا مع السعودية لإنجاح هذه البطولة، سواء قطر بالنقل، الجمهور بالتشجيع اليمني، والبحرين بالتسجيل. أول شيء بالنسبة لقطر حق نقل البطولة صراحة جدا ممتاز يعني في بطولة خليج 22. وبالنسبة يعني التسجيل المنتخب على مرماه يعني هاي شيء عادي ويصير في منتخبات العالم، واعتقد ان اخطاء بسيطة يعني صارت من خط الدفاع، ونتمنى اخطاء بسيطة بتسجيل هدفين. اخطاء تصير هذه في كل منتخبات العالم يعني انها بسيطة، وكل مدرب ونفس اللاعب يتسبب. محمد حسين تسبب في الاثنين، واحد اشكره والثاني لا. مهما كانت ظروف محمد حسين لاعب كبير ولاعب خبرة ولاعب مهما كانت ما تنحسب له في مسيرته الرياضية، فهذا نحترمه، ومهما كانت خدم الوطن وخدم الوطن سنين طويلة. وكل مدرب في العالم يعتمد على العرضيات، والعرضيات تسبب اخطاء كثيرة يعني في كرة القدم، ونتمنى لهم التوفيق، ونتمنى ان شاء الله المباراة القادمة يتفادوا هالاخطاء ان شاء الله. نعم. بالنسبة للثالث قطر هي من تتفوق حاليا في نقل البطولة، انه ممكن علقنا عليها، وهذيك انه الجمهور اليمني هو من يشجع حاليا. ننتقل احنا مباشرة مع مريم للتغريدة الثانية. التغريدة الثانية لها علاقة ايضا بكلامك الحين، من طبعا الاعلامي خالد الشنيف. طبعا احنا اتوقع انك جاوبت عليها. دفاع البحرين اقوى هجوم. 4 كلمات ولكن معبرة جدا. الثالثة عندك. التغريدة الثالثة نشوف التغريدة الثالثة شباب. فهد عافت. محمد حسين هبط مستواه، أصبح لاعبا عاديا، لكن هذا لا يجب أن يفرح أحد، فهو عندما يرتدي شعار النصر لن يجرؤ أحد على الاقتراب منه. العبوا بعيد. باختصار
بالنصر افضل من المنتخب. وهو شيء طبيعي لما يكون محمود حسين في النصر، يعني عنده امكانيات، لاعبين امكانيات تختلف. طبعا لما يكون في المنتخب منتخب، يعني الفتره اللي صار معاهم في المنتخب ما كانت من فتره طويله، حتى المباريات تقريبا الوديه لعب مباراه ومباراتين اعتقد الوديه، فما كان اعتقد انسجام مع محمود حسين، خاصه في تشكيله جديده يعني، وانسجام ما كان في الانسجام المهم او اللي كان المفروض يكون في منتخب البحرين. يعني مثل ما بقولوا حاليا فوزي مع السليه افضل من فوزي مع البحرين. لا بالعكس، انا اتوقع ان فوزي مع البحرين افضل فوزي مع السليه. اي بالعكس. حلو. بالعكس. نشوف التغريده الرابعه. طبعا هذه التغريده من الاعلامي عبد العزيز النهدي: الروح القتاليه لا تباع في صوالين الحلاقه ولا توزع مجانا مع العقود الفارهه. طبعا هو يتكلم عن المنتخب اليمني، امكانيات لا توجد، الوضع الامني غير مستقر، ولكن قاعدين يأدون غير عن لاعيبه المنتخبات الثانيه اللي الفلوس موجوده، الصوالين موجوده، كل يوم قصك. ايش رايك؟ والله اول شيء يعني منتخب اليمن صراحه فاجئ الكل صراحه في خليج 22 صحيح. صراحه يعني، فاتمنى لهم يعني يواصلون يعني بهذا الشكل، يعني صراحه انه مفاجاه حق الخليج، خاصه كل كان يعتبرها، كل احترام الاخوان اليمن، كان يعتبرها محطه ضعيفه في الخليج 22. فهاي اللي نبي احنا في كاس الخليج، ان كل مره نشوف منتخب جديد، منتخب يفاجئ في البطوله، خاصه بطوله عزيزه علينا. يكملوا لقدام؟ انا اتمنى يكملون، اتمنى لهم توفيق صراحه، لانه منتخب يستاهل وما يستاهل يطلع في الدور الاول. جميل ان شاء الله. اخر تغريده او قبل الاخيره، سلطان المهوس: لو لم يأتي من خليج 22 سوى فرحة اليمنيين وروعة منتخبهم وابتسامة جماهيرهم لكفت دورة نجاح. اليمن حضارة يجب أن لا تموت، وإحنا أكيد نتفق معك يا سلطان. ناخذ التغريدة الأخيرة من الإعلامي تركي بن جليغم، يقول: منتخب اليمن يعطي درسا لكل الخليج، كرة القدم ليست بالإمكانيات ولا المدربين العالميين، بل هي استشعار بأن خلفك وطن تسعده. أكيد طبعا كله مرتبط بالمنتخب اليمني، وعلقنا على هؤلاء التغريدات. لكن فوزي، نرجع إلى المباريات. شنو أحلى مباريات الجولة الثانية؟ صراحة أحلى مباراة تابعت إن الكويت وإمارات، أحسن مباراة صراحة واستمتعت فيها صراحة. شلون شفتها؟ شفت صراحة بالمستوى عالي، هاي الكاس الخليج اللي نعرف عليه صراحة، الكاس الخليج اللي نعرف المستويات تبان وتتطور يعني، فنتمنى يعني دائما نطالع كاس الخليج بهالشكل، ونتمنى إن شاء الله نواصل يعني كاس الخليج بأفضل المستويات إن شاء الله. جميل. بما انك اخترت الكويت والامارات، من كلامك احنا رح ناخذ هذا الكليب حول هذه المباراه، الكويت والامارات، اللي نحيي هذا المنتخبين على الروح العاليه اللي شفناها في المباراه، واكيد لا نعود للحديث عنها. الابيض النصر حليفه، والله يا فرحه ابناء خليفه. هذا الازرق، هذا الازرق حبيبي، هذا الازرق، يلا حيو، هذا الازرق حبيبي، هذا الازرق، يلا حيو، هذا الازرق حبيبي، هذا الازرق، يلا حيو، هذا الازرق حبيبي.
وشعبنا واحد مصيرنا واحد وشعبنا واحد. اهلا بكم مشاهدينا من جديد. طبعا شاهدنا ابرز ما جرى في مباراه طبعا الكويت والامارات. مباراه كانت جميله جدا ومن اجمل مباريات كاس الخليج. هدفين جاءوا في الشوط الاول دقيقه 18 و35 من اللاعب علي مبخوت، وبعدين تدارك المنتخب الكويتي هذا طبعا الخطأ الدفاعي وأحرزوا هدفين في 4 دقائق من يوسف ناصر السلمان وبدر المطوع. نتكلم أكثر عن المباراة كابتن، وهل تشوف واحد من هؤلاء الفريقين هو راح يكون في النهائي؟ صراحة هو فريقين صراحة يمتلكون إمكانيات جيدة حق الدور الثاني حتى للنهائي، يمتلكون إمكانيات جيدة وخاصة عندهم خانات واللاعبين صراحة لهم إمكانيات بعد يقدرون ينقلون منتخباتهم يعني المرحلة الثانية. نعم. فأنا أشوف الإمارات والكويت لهم إمكانيات يكونون في المراحل النهائية. نعم، يعني مباراة أمس اللي تابعها كابتن مثل ما شفنا هي بطل دورة الخليج السابق أمام زعيم دورات الخليج الكويت، يعني ندية قوية، أهداف شفناها مثل الأهداف الأوروبية، لكن كانت هناك سيطرة إماراتية معظم الوقت، إلا أن التعادل هو كان الفيصل بينهم. الخبرة اللي راح تساعد أكثر المنتخب لحتى يكمل، خبرة من؟ زعيم دورات الخليج الكويت أم الفائز باللقب بالنسخة الماضية الإمارات؟ والله أنا أشوف يعني بالنسبة للكويت في الشوط الثاني يعني حاولوا يسيطروا على المباراة أعتقد بشكل جيد. فالشوط الأول الإمارات كانت أفضل في بالاستحواذ على الكرة، فأنا أشوف يعني الإمارات أعتقد أن الأسبقية للإمارات، منتخب الإمارات أنه بيتأهل للدور الثاني أكثر من الكويت. نعم. نشوف تغريدات؟ نشوف التغريدات ولا نواصل كلام؟ كابتن في سؤال بس لأن ما أسمعكم كنترول فيعني ما لو خيروك تكون مع عموري أو مع بدر المطوع تختار مين؟ والله هم اثنينهم صراحة صعب الاختيار، لأن اثنينهم لاعبين جيدين، اثنينهم يعني لاعبين ممتازين يعني بالكرة خاصة في الملعب صراحة. انه اللاعبين يعني صعب تتميز ان من تختار، فانا اتشرف فيهم الاثنين واتشرف العب معاهم الاثنين صراحة. ما اقدر اختار صراحة، انه اختيار صعب. دبلوماسي جوابك. لا اختيار صعب صراحة، ما اقدر اختاره صراحة. حلو، ممكن هلا نروح تغريدات. يلا شوفي تغريدات عليكم. نشوف تغريدات. يلا خذي تغريدات. طيب طبعا بنقرا بعض من التغريدات ونشوف شنو بتجاوبنا عليها. طبعا امير جابر، سلامنا الى النجم الرائع فوزي عايش منور الشاشه. بدر بن ميسي يقول سلامي للكابتن فوزي عايش، نتمنى نشوفه بكاس اسيا ان شاء الله. رمزي الحمودي يقول الخلل اللي اثر على مسيره منتخب البحرين اداري، بدليل اقاله المدرب عدنان حمد في منتصف البطوله. البحرين تفتقد للعمل الإداري المنظم. طبعا هذه الشيء يجرنا إلى إقالة المدرب عدنان حمد، وطبعا اللي استلم الحين الكابتن مرجان عيد. فهل تحس أن هذه التغييرات الكثيرة في المدربين في منتخب البحرين الوطني تنفع؟ لا هي ما تنفع، بس هو مهم يكون استقرار في المنتخبات وفي جميع الأندية في العالم خاصة المنتخبات، شيء مهم يكون استقرار. أنا ما أشوف إنه صراحة وقت صح تم استقالة المدرب عدنان حمد، إنه كان على الأقل يخلونه يخلص الدورة اللي هي بطولة الخليج 22. فقال صراحة يعني قرار قوي. وطبعا عدنان كابتن مريان عيد طبعا له خبرة وله في التدريب، ونتمنى له التوفيق لبكرة مباراة ضد اخواننا القطريين. فهو طبعا شيء مو جديد عليه، ونتمنى له التوفيق صراحه، واحنا وياهم مهما كانت الظروف ان شاء الله نتوفق. نعم. في تغريده كابتن ومنا راح اخذ سؤال حول هذه التغريده. اتوقع تاهل البحرين بسبب انه في الخليج لدينا ثقافه اذا تغير المدرب تجد اللعيبه يبدعون في المباراه اللي بعد اقاله المدرب. قرار الاقاله جاء في الوقت المناسب ولمصلحه البحرين، وهل فعلا هناك ثقافة عند لعيبة الخليج إذا تغير المدرب إحنا المباراة اللي بعدها راح نبدأ؟
والله هو احتمال، هو على حسب ظروف المنتخب. الحين المنتخب الوضع الحالي يعني شوي سيء، فتغيير المدرب مثل ما قلت لك تغيير صعب وقرار صعب. اخونا الكبير يعني مريان عيد نتمنى له التوفيق مهما كانت الظروف، وانا متاكد يعني ان اخوان المنتخب بيكونوا بكره بيثبتون كلمتهم، وان شاء الله بيكونون يعني في المستوى المطلوب. برأيك الشخصي أنت مع الإقالة؟ برأيي الشخصي مع الإقالة؟ مع الإقالة بيكونوا المستوى المطلوب. يعني الخلل فقط في المدرب انت تشوفه؟ وجهة نظر، مش في اللعيبه. ما يرضى على ربع شكل. لا لا هذا اخواني يعني عايش وياهم سنين، فهذه اقول لك يعني اياه بحكم خبره الاخوان وخبره ويا اللاعبين، انا بكل ثقه يعني بكره بيثبتون كلمتهم في الملعب. اذا انت كان عندك مشاكل مع المدرب عدنان حمد؟ مو شخصيه، فنيه. فهو شاف اني يمكن انا ما اكون في مصلحتي اني متواجدي مع المنتخب، فهاي قرار فني وانا احترمه. هو ما استدعاك وانت مع الاقاله، خلصين. فاحنا اثنين في واحد يعني اثنين واحد. جميل. كفي تغريدات مريم. يعني قبل اكفي تغريدات، طبعا دائما يقولون ان فوزي عايش مشكلجي، وكانت عندك مشاكل مع المدربين الانجليز، عندنا تايلر وهادسون وعدنان حمد، هل هذا الكلام صحيح ولا لا؟ كلام مو صحيح. يمكن بكثرة ما انا احب البلد، يمكن بكثر ما انا احب المنتخب البحرين، بكثر يمكن ما ارضى كلام. نعم. يمكن الكلام اللي ينقال المنتخب يمكن اللي يخليني يمكن ارد الكلام، ولا اللي يخليني يمكن اسوي مشكله اللي هي مو مشكله كبيره، بس انها يمكن كلام الشارع اني اعتبرها مشكله كبيره. كابتن، نحن مباشره رح ننتقل للسعوديه للرياض، ونشوف لقطات من اوبريت الذي يقام في مركز الملك فهد الثقافي لتكريم نجوم الخليج عبر دورات الخليج. هذا الحفل يحييه الفنان حسين الجسمي ورابح صقر وفهد الكبيسي. يعني كابتن، لفتة حلوة من القائمين على هذه البطولة بتكريم نجوم الخليج عبر الدورات السابقة. والله صراحة أتمنى لهم التوفيق، ولاعبين كبار، لاعبين سابقين يعني ومعروفين في البطولة الخليجية، وأتمنى لهم التوفيق ونحييهم صراحة بكل تقدير صراحة في البطولات السابقة. يعني أجواء جميلة لنا، كنا نتمنى نكون موجودين في الرياض، نشوف طبعا الفنانين حسين الجسمي ورابح صقر وفهد الكبيسي على الطبيعة. يعني احنا كلنا نشوفهم في التلفزيون، ودنا يعني ودونا نشوف حفلة لايف. وعلى فكرة يقولون أمطار الخير قاعدة تنزل في الرياض، فيعني عقبال الدوحة إن شاء الله نشوف شوي أمطار. البحرين إن شاء الله أقرب يعني أقرب. هو شوف إذا بدأت خاص في الرياض إن شاء الله راح تنتقل إلى جميع خليجنا واحد. حتى الجو مساعة في الخليج، إذا بدأ في مكان مطر الباقي إن شاء الله راح ينزل المطر. عيل نكفي تغريدات، نكمل من التغريدات، او خلينا قبل التغريدات نستمتع بالصوت كمان. يعني شايفين نحن صوره بس مش سامعين الصوت، خلينا نستمتع بالصوت مع نجوم الاوبريت. خلينا نتابع. كثير نشبه بعضنا، دامت فوارقنا ونسيت صنعة وكم صنعة لنا وحدة وعنها ما سألت. بغداد يا نور السنة لو قلت أحبك ما اكتفيت. هذه الرياض اللي هنا. إذا من الأجواء الجميلة لجمهور ضيفنا فوزي عايش والتغريدات الموجودة على صفحتنا. نشوف التغريدات أمامكم على الشاشة، وبقول لك منور وصورتك حاطينا حساب كأس الخليج 22 من خلال الحلقة الآن. هناك لا أحد يتوقع أن يكون مستوى المنتخب البحريني بهذا التدني، فلا روح لا تكتيك ولم أشاهد المنتخب بهذا السوء عكس البطولات السابقة. أكيد رح نعود لناخذ رأيك في التغريدة. من بسام بيقول المنتخبين العراقي والبحريني هم الأضعف في البطولة. ماجد، لا هاي قرأناها، تغيير المدرب. بالماضي جميع اللاعبين جاهزين تماما لخوض المباراة، واثق بهم في تقديم مستوى مميز وكسب المباراة.
حبيت أبارك لقطر بفوز قطر باستضافة قطر لألعاب القوى 2019. ثانيا ودي أسأل اللاعب فوزي عن عدم المشاركة مع منتخب البحرين، يمكن جاوب عن هذا، لكن كابتن هل فعلا هذا هو المنتخب الأسوأ عبر دورات الخليج كلها؟ ولا لا نعتبر أنه أسوأ منتخب، يعني كل منتخب يمر في ظروف صعبة، وأنا أشوف أن منتخب البحرين مر في ظروفها الصعبة حاليا، وأنا أعتقد أنه بيتجاوز إن شاء الله دي الظروف وقادرين عليها، واللاعبين لهم يعني يحسون لهم المسؤولية كاملة يعني في الظروف إن شاء الله. فأنا ما أعتبر أنه أضعف فريق، وإن شاء الله بكرة يمكن لو حصلوا على 3 نقاط أو طلعوا بمستوى أفضل أعتقد دي الكلام كله بيتغير. طب كابتن نحكي بواقعية، يمكن أنتم كلاعيبة قلت واعيين للمسؤولية اللي عليكم وكونك قريب منهم، واقعيا أنتم اللاعبين شو محتاجين؟ شو بينقصكم في المنتخب؟ والله في نقص في نص الملعب، أعتقد في محتاجين نقص صانع ألعاب. من العام في خليجي 21 كان فيها موجود محمد السلمين، ومحمد السلمين قائد الفريق وقائد المجموعة، بصراحة يفتقد صانع ألعاب، يفتقد يعني حتى في الهجوم لأن اسماعيل عبد اللطيف أعتقد بروحه ما يقدر طب المسؤولين مش واعيين انه في عندكم فهذا في اختيار مدرب، يعني اختيار مدرب ما تقدر حتى مهما كانت الاداره مهما كانت المسؤولين، هو عنده نظره خاصه، وهو معينين مدرب وجايبين مدرب اساس انه يعطيهم ويفيد ويسوي لهم يعني فرق في البطوله 22، خاصه ان الخليج يعني كل من مهتم بالبطوله يعني مهمه بالكثير يعني جدا بالنسبه للخليجيين، يعني البطوله تعز على كل من يتمنى يكون يشارك في هذه البطوله، فاتمنى ان شاء الله حتى في كاس اسيا ان شاء الله بطوله قادمه وبطوله مهمه تكون ان شاء الله. هي بطوله وفي لسه لا تنسى كاس اسيا، يعني هو في مجال حتى في مجال ان شاء الله بكره في مجال يعني، وانا يعني في امل يعني في الشباب ان شاء الله بيكونوا فائدهم ان شاء الله. نعم كابتن، طبعا يعني تكلمنا كثيرا عن المنتخب البحريني، ولكن ما تطرقنا عن الجمهور، جمهور المنتخب البحريني، الجمهور اللي تعب وايد يعني من خليجي واحد إلى الآن ما ارفعوا كاس خليج واحد. 40 سنة مضت على هذا المنتخب وهذا الجمهور ما يزال يساند المنتخب البحريني، وكل مرة يعني يحضر إلى كأس الخليج ويصيد إحباط، وهالمرة يشوفون المنتخب اليمني اللي ما عنده إمكانيات هو اللي يرتفع وحظ المنتخب البحريني نازل. لكن خلينا نشوف الجمهور البحريني ونرجع نعلق على هذا الشيء. وترحل صرختي تذبل في وادي لا صدى يوصل ولا وترحل صرختي مصيرنا واحد وشعبنا واحد، مصيرنا واحد يعني بالفعل هذا هو لسان حال الجمهور البحريني اللي الصرخة مش مسموعة، لا حياة لمن تنادي يمكن عم بيقولوا. ذكروني بأغنية لا صوت يوصل لا صدى. بالدرجة الأولى سؤال رح يكون موجه طبعا لمريم كونها واحدة من جماهير البحرينية اللي هلا أنا شفت الدمعة بعيونها صراحة وإحنا عم نسمع. عبري طلع اللي بخاطرك، قولي لهم شو بدك يعني انت وجهي الكلام لاحد لعيبه المنتخب، شو بتطالبوهم؟ وجهي الكلام للاتحاد لكل مسؤولين يعني بالكره البحرينيه. يعني انا ما بقول كلامي، انا بقول كلام الشارع البحريني. طبعا
الجميع يتطلع إلى أن المنتخب البحريني يرتقي أكثر من هذا الأداء. الكل زعلان على المنتخب البحريني، ولكن لا يزال يساندون المنتخب البحريني. حافلات قاعدة تخصص يوميا للرياض علشان ينقلون طبعا المشجعين هناك روابط كثيرة، روابط الفنانين. الفنانة فاطمة عبد الرحيم شفت لها على الانستغرام تصيح من القهر. يعني لمتى هذا الوضع؟ يعني انا ما احملك هذا الشيء كابتن، بالعكس انا واحد منهم. انت يعني الحين واحد من هذا الجمهور طبعاً. اللي ايضا تطالب بان هذا الوضع يتغير. والله اول شيء صراحه اغنيه حزينه صراحه تخلي الواحد يعني يصيح. اول شيء جمهور البحرين ما يحزن مهما كانت ظروفه، يعني مساندين المنتخب البحرين مساندين، لكن انت سمعت والله حزنانين. مساندين مهما كانت الظروف، هم ما يوقفون مهما كانت الظروف، يساندون المنتخب البحرين. صدق المنتخب البحرين يعني من 40 سنه ما حقق ولا بطوله. هي انت قلتها ما حزن، انا بقول لك في المقابل حتى ما فرح ولا بلقب لحتى يحزن على خساره. يعني شيء طبيعي بيحزن، شيء طبيعي يحزن، بس مهما كانت حزنه ما بيوقف يعني حق مساندته حق منتخب البحرين. فهذه منتخبه، ومهما كانت ظروف احنا محتاجينه، مهما كانت في اصعب الاوقات، خاصه الوقت اللي احنا فيه الحين محتاجين دي الجمهور. فاتمنى لهم يعني ان يزيدون مساندتهم ان شاء الله، يعني في جيل قديم وفي جيل جاي ان شاء الله بيحقق. يعني مهما كان يمكن رب العالمين مو كاتب يعني ال 40 سنه ان الكاس بيجي، فاتمنى لهم ان شاء الله. مطلوب من الجماهير انها تزيد منافستها، لكن مطلوب بالمقابل منكم انجاز. انتم اللعيبه مش عم تعملوا شيء. حتى يعني الشيخ عيسى بن راشد الخليفه قال حتى نحن بكاس اسيا ما رح نعمل شيء. يعني عامل بطولة الخليج غسل ايده منا مثل ما قال، يعني ما في انجاز. هو الشيخ عيسى براس يعني هاي وجهه نظره، يعني انت تحترم في كاس خليج يمكن الاجواء تختلف. طبعا المنتخبات مو سهله تلاقيها، منتخبات مو ضعيفه، وكاس خليج يختلف عن كاس اسيا طبعا. فاتمنى يعني ليش لا ما في شيء صعب يعني في كاس اسيا. اتمنى التوفيق للمنتخب في كاس اسيا، ليش لا. يعني قام الجمهور حتى يطالبون باستقالات استقاله الاتحاد، استقالة اللاعبين، من كثر ما هم يعني معصبين من الوضع يبون الكل يستقيل، لأن مو عارفين الحل وين، العقدة وين. شيخ عيسى بن راشد يقول محسودين، ما يعرف يجيب لهم بخور، مو عارف شو يسوي لهم. على اكيد يعني حتى لعبة المنتخب مو عارفين المشكلة وين، يعني ودهم يفرحون البلد كله، يعني اللي سواء اللي في البيوت ولا اللي في الشارع، يعني ودهم يفرحون، بس للاسف يعني ان الحظ مو مساعد. فاتمنى لهم التوفيق مهما كانت الظروف. ان شاء الله. نعم. نرجع للتغريدات مشاهدينا، وصراحة هناك تغريدات كثيرة. أرفع العقال للجمهور المتواضع لمنتخب اليمن عقبال تأهل الإمارات. هناك تغريدة من خليجنا واحد: الخلل في الإعداد وعدم التحضير الجيد، ولا شأن للمدرب عدنان حمد بهذا الإخفاق. السؤال: ماذا سيفعل مرجان عيد؟ رح ناخذ الإجابة منك. المطاري بيقول أقول لكم مساء الخير، أمسي على الأنيق فوزي، وأقول لكم الله يديمنا على الأمن والسلامة، بس ليه ما تحضر المرأة في الملاعب السعودية؟ أمانة هذا جوابه مش عندي، ما عندنا والموضوع لا عندي ولا عند فوزي ولا عند مريم. هناك تغريدة أخرى من محمد: الخليج لنا أوطان، الخليج لنا أمان، الخليج في قلوبنا انتماء واكتفاء، كنا نعيش أفراح ونفكر باتحادنا. ناخذ إجابتك على سؤال ماذا سيفعل مرجان عيد. شو منتظرين من مرجان عيد؟ والله أعتقد الجمهور الرياضي في البحرين يعني متوقع في مرجان عيد أنه يشارك بعض اللاعبين اللي ما تم مشاركتهم يعني في المباراتين الاولين، وخاصه يعني في اعتقد في لاعبين يعني ممتازين في الدكه، اعتقد يحتاجون لهم فرصه في كاس الخليج 22 ان يثبتون كلمتهم، واتمنى لهم يعني انه يكونوا في حسن الكلمه ان شاء الله. نعم. اذا كابتن ننتقل الى تغريدات ولكن من نوع ثاني، تغريدات الاعلاميين، ونشوف تعليقك على هذه التغريدات. نشوف التغريدة الأولى وهي من الإعلامي علي حسين، يقول: منتخب البحرين منتخب سيء جدا، لا تنظيم لا روح لا قتال لا شكل ولا لون، أمركم غريب جدا، مباراة اليوم كشفت سوء مستواكم. والله مباراتي الأوليين صراحة ما كان في مستوى، وهذا شيء في البحرين يعني كل من يقوله، لا أنا ولا كل من يعني يشهد بالكلام، فالمستوى ما بيجي
بالكلام مستوى ما بيجيب المستوى، يجيب الروح ويجيب الملعب. فاعتقد الشباب يعني افتقدوا الروح، افتقدوا المستوى. فاتمنى ان نشوف بكره ان شاء الله ان ما نعيد لبكره وبكره بعيده، لان هذه هو اخر فرصه عندنا. فنتمنى نطلع بمستوى طيب، بمستوى افضل باذن الله. نعم. التغريده الثانيه. سامي اليوسف، المنتخب البحريني يضع أكثر من علامة استفهام على مستواه وأداء لاعبيه الفني، هل هذا نتاج عمل مدرب بحجم اسم وخبرة عدنان حمد؟ والله هو مبارتين استعدادات كانت يعني مو كبيره جدا. يعني استعداد كانت ضد منتخب الكويت المباراه الوديه، والثانيه كانت ضد اوزبكستان سنغافوره والعراق. يعني الفرق الثانيه سوت استعدادات قويه مع منتخبات كبيره. فطبعا كل احترام للمنتخبات اللي لعبنا ضدهم، فهذا مو مقياس. فالاستعدادات كانت مهما كانت تم استعداد، يمكن ما استعدوا المنتخب البحريني بشكل افضل لكاس الخليج. نعم. إذا نشوف طبعا هذه تغريدة من الإعلامي فهد الهريفي، يقول يا ناس الحين البحرين لها 40 سنة في دورات الخليج، واللي جالس أشوف أن اليمن يتطور والبحرين يتراجع في كل دورة. أتوقع يعني علقنا على هاي كثير. صحيح. وآخر تغريدة من فهد عافت، بيقول لو كنت مكان مدرب البحرين في مباراة قطر ألعب بنفس التشكيلة، بس أخلي الهجوم دفاع والدفاع هجوم. صح لسانك. صح لسانه ألف مريم. لا تعليق. صح. لا تعليق. مدرب البحرين كالديرون في 21 كان هو المدرب الأنسب لكم أم حتى مش هو وقتها كان الأنسب؟ بالنسبة لي أحسن مدرب مر على منتخب البحرين. نعم؟ بالنسبة لي أحسن مدرب مر على منتخب البحرين. إذا ليش تمت الإقالة؟ فالموضوع مو عندي، يعني موضوع عند الإدارة صراحة، لأن في أشياء خاصة ما ندري عنها. ماديات مثل ما ذكرت الجماهير. ما أقدر أقول لك شيء وأنا ما عندي علم عليه طبعا. فنتمنى بعد رجوع كالديرون صراحة، لأنه مفيد للفريق، يعرف شنو يتعامل مع اللعيبة، يعرف الإمكانيات، يعرف الظروف، يعرف حتى شنو ياخذ مع كل لاعب، كل واحد ميزته ويعطيه في الملعب. يعني كابتن كاس آسيا جريب جدا جدا جريب. والله كالديرون ثبت وعدم استقرار. هل مرجان عيد الحين يقدر يلملم الأوراق؟ واحتمال مرجان عيد تعامل تقريبا مع فوق 10 مدربين في المنتخب، يعني اتوقع انه له خبره. اصلا لحد الحين هو ما راح يدرب المنتخب حق كاس اسيا، هي فترته الحين بس انا قصدي انه له خبره، يعني تقريبا تعامل مع اكثر 10 مدربين في المنتخب في منتخب البحرين في مسيره حياته. فاعتقد لا امكانيه ولا الخبره، وخاصه انه درب من قبلنا في الدوري البحريني وحقق على بطوله في بطولات طبعا. فنتمنى لا يعني انه لا الامكانيات وجد رايي ان شاء الله يعني يقدر يسوي ان شاء الله الفرق بكره ان شاء الله. ان شاء الله. احنا اكيد نتمنى وانكم تلاقوا الاستقرار بالدرجه الاولى. صحيح. في المنتخب. نكمل مع التغريدات. جهزتي مجموعه؟ عندنا طبعا هلال يقول كره القدم منافسه شريفه فروسية تنافس من أجل الحصول على كأس، تلك هي كرة القدم. لكن عندما نتحدث عن كرة القدم الخليجية فهي كرة أخوة بالطبع أكيد. موزع يقول ما أعتقد منتخب البحرين ضعيف، نقص الخبرة وعدم توفيق، وإن شاء الله منتخبنا اللي قطر يكمل إخفاق البحرين. طبعا هذه أكيد مباراة لازم نتكلم عنها كابتن. محمد الفضيلي يقول يا ليت تسألون ضيفكم من المنتخب الأفضل بالجولة الثانية على حسب رؤيته تصنيفيا من الأول للأدنى الثامن. زعيم آسيا يقول ما أجمله من خليج يجمع السعودية الإمارات قطر اليمن البحرين الكويت العراق عمان تحت مسمى الأخوة والترابط والمحبة، نسأل الله أن تستمر. كملين الباقي. جود الهدف الأول من بطولة الخليج هي التلاقي والتعارف، وكأس الخليج يجمعنا مع بعض، الخليج نبض واحد. رمزي بيقول سؤالي للكابتن، ماذا ينقص هذا الجيل للمنتخب البحريني لمواصلة ما صنعه الجيل الذهبي من إنجازات؟ يمكن شوي تكلمنا عن احتياجاتكم في المنتخب وإيش بنقصكم. أمسي عليكم. ومن يرشح فوزي عايش؟ من يرشح؟ يمكن أكيد للقب. مين ترشح المنتخب اللي راح يحمل اللقب؟ اتوقع وقلت من قبل اتوقع الامارات. لا اتوقع مرشح الامارات.
كابتن، عندنا مكالمة هاتفية من زميلنا طبعا خالد الحدي، ولكن هذه المكالمة مو لنا، لك أنت أكيد. تفضل خالد. شكرا لك مريم، ماخذه مكاني بس منوره في البرنامج. مسي على لانا ومسي اكيد على فوزي عايش اللي تفتقد البطوله وليس المنتخب البحريني. انا اتصل كاني مشجع بحريني، لكن ابى اقول شغله، بان السؤال اللي انسال عن كالديرون يمكن انا دزيته حق عبد العزيز، بس كنت ابى اسمع رده فعل او جواب الكابتن فوزي عايش. بالفعل الاداره او الاتحاد البحريني لكره القدم يعيش تخبطات، انا اقولها كمشجع، لان كالديرون من بعد جيل طلال والشله والشباب كلهم اللي قدموا مستوى ممتاز في 2004 وبعد ذلك جمع منتخب في خليج 21 ما كنا نتوقعه. قدم المنتخب البحريني كوره قدم جميله جدا، وكان ابرزهم فوزي عايش. المبلغ المادي اللي اختلف مع الاتحاد البحريني مع كالديرون ادفعه في هيكستون، ادفعه بعد ذلك مع عدنان حمد. كنا 3 سنوات راح نكون مستقرين مع مدرب قدم منتخب جميل، قدم المانوتشي 21 بطريقه ممتازه، قدم سامي الحسيني بطريقه ممتازه في خليج 21، قدم عبد الله يوسف وهذا الجيل بطريقه ممتازه في 21. اليوم نشوفهم مع عدنان حمد نقول هذول هل كانوا مواهب 21؟ بالفعل لم يقدمهم بصوره ممتازه، مواهب احترقت في خليج 22 هنا في الرياض. ازعل على فوزي عايش انه راح يبي يشوف عياله، غاب يوم خليه يغيب يوم. ما عندنا بالفعل لاعب يعوض فوزي عايش، ما عندنا لاعب يعوض محمد سالمين، ما عندنا لاعب يعوض عبد الله عمر عفوا اللي موجود في البيت ومو محصل لنا النادي يلعب فيه. جيسي جون ليش انا مجنسه؟ عبد الله فتاي ليش انا مجنسه؟ على اساس اخليهم يلعبون في الانديه خارج البحرين. انا اقول في تخبط كبير. اليوم لو نسال رئيس الاتحاد وعلى عيننا وعلى راسنا، ما خطتك؟ هل عندك بديل لكاس اسيا كمدرب؟ بيقول لك اكيد لا، او اتحدى اذا عنده خارطه لكاس اسيا في استراليا. شكرا فوزي عايش، ان شاء الله عودتك قريبه وانا متوقع ذلك. شكرا مريم، وشكرا لانا، وشكرا عبد العزيز، يعطيكم الف عافيه. شكرا ان شاء الله على خير. شكرا لك خالد، موفق اكيد في برنامج قبل اللعب. نتمنى منك اجابه سريعه وباختصار من احد جماهير المنتخب البحريني. اتمنى رجوعي للمنتخب، اتمنى ان شاء الله يعني يتم حتى رجوعي في استدعائي ان شاء الله في كاس الخليج، واتمنى دائما فوزي عايش حاضر للمنتخب البحرين مهما كانت الظروف، صعب ما صعب، خلافات بين الاداره، خلافات بين المدربين، انا فوزي عايش وحاضر لهم، ومثل الاب يصير مخالف مع ولده، ففي النهايه هذا عيال واهل، فهذا اهلي وناسي، فما اقدر استغنى عنه. فوزي عايش حاضر للمنتخب. لكن انا لفت انتباهي نقطه، قال لك انا عتبان عليك، يعني انه اوكي اخترت اليوم العائلي في اليوم الاوف تبعك بدل ما تروح تلبي نداء الوطن. هو اخترت اليوم العائلي لانه ما كان يوم مهم للوطن، لانه ما كان يوم، لانه كان بس ثاني عيد، فلو كان صدق الوطن يعني محتاج او مو محتاج يعني انا حاضر له، يعني بس انه كان يوم واحد يعني اللي هو ثاني يوم عيد لا اكثر ولا اقل، فانا حاضر للمنتخب البحريني. لو كان شيء بيزعلني او بيزعل الجمهور البحريني وبيزعل الشارع البحريني، انا واحد ما ارضى صراحه عن نفسي. كابتن، خلينا نغير جو شوي، وايد حزن اليوم في البرنامج. خلينا نشوف الفائزه بمسابقه الانستغرام، فازت ب 3000 ريال. الفائزه هي نشوفها. قلبي خليجي خليجي قلبي خليجي خليجي انا خليجي خليجي برنامج شكل الخربطه دي بدك كاس الخليج وتحط الخربطه وراهم شو الخربطه دي؟ استمتع التشغيل، استمتع خليجنا واحد وشعبنا واحد. كمان قطر، سعوديه، يمن، بحرين، عراق، كويت، خليجنا واحد.
إذا مشاهدينا شفنا من خلال طبعا هذا الفيديو 4 فيديوهات من الانستغرام، 3 استبعدناهم لأن كان فيهم مونتاج، وطبعا المونتاج كان عادي جدا ولكن وما في فكرة قوية جدا، ولكن اللي اخترناها الفائزة هي أميرة. الفكرة جدا جميلة. حبيت. طبعا الأيادي كلها والأعلام وخليجنا واحد. ألف مبروك. يا ريت نشوفها إذا في مجال نرجع نشوفها. برافو. إذا أميرة 989 اسمها، ب 15 ثانية قدرت تعبر بصورة كبيرة عن الترابط واللحمة الخليجية من خلال انستغرام، واستهلت منا 3000 ريال. ألف مبروك. هاشتاجات، وأول هاشتاج مع مريم هاشتاجات على فكرتها كابتن ان احنا راح نقول لك الهاشتاج وانت علق عليه. طبعا الهاشتاج الأول المصارع فوزي. مصارع فوزي صراحة قوية. مصارع فوزي. المصارع فوزي لما والله تجيب مصارع في الملعب صراحة. مصارع مصارع في الملعب. نعم نعم. الهاشتاج الثاني لو الكورة مربعة ما عمرها صارت مربعة. بتحقق البحرين اللقب. فازوا بكأس الخليج البحرين. شلون تصير كورة وصار مربعة؟ ما قد صارت مربعة. هو قال الشيخ عيسى بن راشد. الشيخ عيسى بن راشد لما الكورة تصير مربعة المنتخب البحريني بيفوز باللقب إن شاء الله. يعني هذا معناه من المستحيلات في يوم من الأيام البحرين يحمل لقب الخليج. لا أنا إن شاء الله إن شاء الله. ليش لا؟ إن شاء الله يوم من الأيام بيحملها كأس الخليج. طيب الهاشتاج الأخير هذا البحريني ما تغلبونه. والله هاي بحريني ما تغلبونه صراحة. أنا خامس كأس الخليج لعبته يعني كان 21 صراحة. هاي كانت تحس فيها يعني. طبعا اليوم أنا ما سمعت لأنه مو موجود معاهم في 22، فصراحة كلمة قوية وتخلينا في الملعب يعني نراكض يعني ندافع على الشعار بصورة غير طبيعية. بس يعني سمعتها ب 21 وسمعتها ب20 وغلبوكم. لا ما غلبونا. طلعنا في 21 طلعنا بشرف. غلبونا بس طلعنا بشرف. كان في مستوى، كانت في روح. كانت في روح، كان في مستوى. نعم. سؤال أخير كابتن، تصريح انتشر كثير في تويتر ونحب أكيد نبين للجماهير، نبي نتأكد منك هل فعلا صرحت ليتني مو بحريني؟ صرحت لمن؟ ليتني مو بحريني. هل أنت صرحت؟ ما صرحت ولا عقب خروجي من المنتخب أنا ما صرحت ولا جريدة. أهم شيء لأن هاي الكل قاعد يتساءل هل هذه إشاعات؟ لا ما صرحت. أكيد إشاعات. أنا ما صرحت له. يمكن لو واحد تكلمت معي يمكن في الشارع كصديق صرح. أنا ما إعلاميا ما صرحت ولا أحد. نعم. طيب احنا تقريبا وصلنا للختام. بدنا منك 4 منتخبات تتوقع ان تتأهل لدور الأربعة. دور الأربعة في بطولة الخليج طبعا. والله مثل ما قلت أتمنى يكون منتخب البحرين، بس إن الوضع إنه صعب. أتمنى لهم بالتوفيق بكرة وفي حظوظ كبيرة إن شاء الله. هذا التمني والتوقع. التوقع مثل ما قلت لك بيكون الكويت. نعم. الإمارات، العراق، واتمنى التوفيق للمنتخب اليمن. مجموعة واحدة هدول؟ ما قلت لي انت 4. ايه 4 على كل فريق كل منتخب من المجموعة. بدنا من كل مجموعة فريقين. الامارات، اليمن، اتمنى اليمن لهم نية، الكويت، العراق. اوكي. العراق، الكويت، الامارات، ويتمنى اليمن. نحن سعدنا بوجودك، نتمنى لكم التوفيق واكيد عودتك للمنتخب وتكون معهم في كأس آسيا. شكرا لحضورك. نحن جماهيرنا نظرا للاقبال على البرنامج باذن الله بكره رح يكون لنا تواصل معكم انا ومريم من خليجي sport.net جلف، لكن في تمام الساعة الرابعة حتى الساعة 5 طبعا راح نكون معاكم ساعة على الهواء. نبي أكثر قبل تفاعل عشان نشوف توقعات الجمهور ونستمتع معاهم. لذلك الوقت نقول لكم مع السلامة. كونوا على الموعد بكرة.